الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، الله جل وعلا لما خلق الخلق لم يخلق البشر فحسب، وإنما خلق عوالم أخر غير البشر. خلق الله تعالى الملائكة، خلق الله عز وجل الجن، كما أنه خلق البشر. وقال سبحانه وتعالى عن نفسه ويخلق ما لا تعلمون. فقد يكون هناك عوالم أخرى غير الملائكة وغير الجن قد خلقها الله تعالى، ربما في كواكب لا نعرفها ولا ندركها، لكننا نوقن تمام الإيقان 100% أن الله جل وعلا قد خلق خلقا كثيرا كما شاء سبحانه وتعالى وأراد. من ضمن هذا الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى هو خلق خلقه الله جل وعلا قبل أن يخلق الإنس وقبل أن يخلق الجن. هذا الخلق ذكره الله تعالى في القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعيش مع الناس. هذا الخلق يحب أشياء ويبغض أشياء. هذا الخلق ما ذكر الله تعالى نبيا من الأنبياء إلا وذكر معه هذا الخلق في قصة من القصص أو حادثة من الحوادث. هذا الخلق يختلط بنا ويعيش معنا، ولو أنه جاز لنا أن نراه لرأيناه الآن فوقنا في هذا المجلس المبارك يحفنا بأجنحته. فما هو هذا الخلق؟ وما هي طبيعته؟ وما هي مادة خلقه؟ وماذا يحب وماذا يكره؟ وهل كان له قصص مع السابقين؟ وهل يمكن لنا أن نراه، أن نرى الملائكة وهي تذهب وتجيء؟ هل الملائكة تأكل؟ هل تشرب؟ هل تتزوج؟ هل تنام؟ هل تموت؟ أيهما أفضل، الناس الصالحون أم الملائكة؟ لعلنا أن نقف مع ذلك وقفات خلال هذه الدقائق التي بين أيدينا. أما الملائكة فقد كانوا موجودين منذ أن خلق الله تعالى السماوات والأرض. ولما أراد الله جل وعلا أن يخلق آدم قال سبحانه وتعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أخبر الملائكة أني سأجعل في الأرض خلقا يخلف بعضهم بعضا. الملائكة تعلم أنه قد كان في الأرض من قبل الجن، وهؤلاء الجن الذين خلقهم الله تعالى وأوجدهم في الأرض أفسدوا في الأرض وتقاتلوا وسفكوا الدماء. فلما علمت الملائكة أن الله تعالى سيخلق خلقا آخر في الأرض خشيت الملائكة أن يكون حاله كحال الجن، فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فسألت الملائكة كيف يا ربي تخلق هذا الخلق مع أننا نحن نسبح ونقدس لك وننزهك عن جميع النقائص، وهؤلاء الخلفاء الذين ستجعلهم قد يفعلون كما فعلت الجن. فقال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. ثم بعد ذلك خلق الله تعالى آدم وأسجد الله تعالى له ملائكته. من ذلك التاريخ بدأت علاقة الملائكة بالبشر، بدأت العلاقة تقوم بين الملائكة وبين البشر، وجعل الله تعالى بين آدم وبينهم أشياء. من ضمن ذلك أن الله تعالى أول ما خلق آدم قال له اذهب وسلم على أولئك النفر من الملائكة.
فإنها تحيتك وتحية أمتك من بعدك. فذهب آدم عليه السلام وقال لأولئك الملائكة السلام عليكم، فقالوا له وعليك السلام ورحمة الله، فزادوه كلمة ورحمة الله. ثم بعد ذلك أصبحت هذه التحية التي حيت بها الملائكة آدم أصبحت هي تحيته وتحية أمته من بعده. مات آدم عليه السلام، فلما مات آدم تحير أبناؤه ماذا يفعلون به؟ فنزلت الملائكة وغسلته وكفنته ثم علمتهم كيف يصلون عليه ودفنته. الكعبة أول من وضع أساساتها هم الملائكة. ألم ترى أن إبراهيم عليه السلام لما جعل زوجته هاجر وابنه إسماعيل لما جعلهما في الوادي المحرم، جعلهما في مكة، رفع يديه وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طيب كيف عند بيتك المحرم وإبراهيم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة؟ يعني لم يكن هناك كعبة إبراهيم لما وضع زوجته وابنه، كيف قال عند بيتك المحرم؟ هو أصلا ما يوجد بيت إلى الآن. قصد إبراهيم عند موضع بيتك المحرم. لذلك قال الله تعالى بعدها وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. لم يقل إنه يضع القواعد للبيت الحرام موضوعة وموجودة، لكن مع كثرة الحوادث على الأرض انهدمت الحجارة، لكن القواعد في عمق الأرض موجودة. إذن من أول من بنى البيت الحرام؟ هم الملائكة. أول بيت وضع للناس للذي ببكة، هذا البيت الذي هو أول بيت وضع للناس الكعبة، أول من بناه الملائكة. الملائكة لهم أعداد عجيبة ولهم أشكال متعددة ولهم أجنحة ولهم قصص مع المؤمنين السابقين واللاحقين. سأحاول خلال هذه الدقائق أن أمر معكم مرورا سريعا على بعض ما وقع من الملائكة مع الناس. أرسل الله تعالى إلى مريم ملكا وهو جبريل الذي هو أعظم الملائكة، وسماه الله تعالى الروح، كما قال جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها. وقال سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. إذا الملك أرسل إلى مريم لأجل أن ينفخ فيها من روحه ولأجل أن يكون في بطنها عيسى عليه السلام، وجعل الله تعالى الملك يتمثل لها بشرا سويا. أرسل الله تعالى الملائكة إلى إبراهيم لما أراد الله تعالى أن يهلك قوم لوط، مرت الملائكة بإبراهيم تبشره بالبشرى. أي بشرى؟ إبراهيم كبرت سنه ورق عظمه وبلغ من الكبر عتيا ولم يرزق بأولاد، فأرسل الله تعالى الملائكة إلى إبراهيم بأمرين. الأمر الأول أن تبشره بأنه سيرزق بأولاد، والأمر الثاني أن تخبره بأنهم قد أرسلوا لإهلاك قوم لوط، كما قال الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. جاء الملائكة في صورة رجال، إبراهيم جاءته الملائكة بالبشرى، جاءوا إليه يبشرونه أنك سترزق بغلمان، رزق بإسماعيل ورزق بإسحاق. فلما وضع لهم الطعام قال سبحانه فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. الآن هم جاءوا في صورة رجال، إلى الآن ما يدري أنهم ملائكة، وإبراهيم كريم، فلما جاءه هؤلاء الرجال مباشرة مضى وجاء بعجل حنيذ، عجل وهو ابن البقر، ووضعه لهم. فلما رأهم ما يأكلون خاف، قال ما دام هؤلاء ما قبلوا ضيافتي ماذا يريدون؟ سيقتلوني، سيعتدون علي، سيسرقون مالي، ماذا يريدون؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. إبراهيم عليه السلام هو عم لوط، فمرت به الملائكة تخبره أنهم سيذهبون إلى قوم لوط لإهلاكهم. مضت بعد ذلك الملائكة إلى قوم لوط